السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ معكم احمد حكيم وحلقه جديده من حكيم ستيشن. النهارده ان شاء الله هنتعلم ازاي نعمل التطبيق ده باستخدام الريال فلو بلجن داخل السينما 4 دي. اول حاجه هنزل ريكتانجل، هبدا اعمل موديلنج للايس كريم والستيك. الريكتانجل ده مثلا ممكن نخليه الويدث بتاعه 120 في 220 مثلا، حاجه زي كده. نقول له خليك راوندد زي كده، ونروح على الاكسترود وانا ماسك الريكتانجل كده، ادوس الت واضغط هنا واكسترود، فهيجي الريكتانجل هيبقى تشايلد للاكسترود. هنحدد الثيكنس هنا مثلا، وليكن خليه ممكن 30 او 40، حاجه زي كده. نعمل ان بي عشان نشوف السيجمنتس بتاعتنا. وطبعا عايز كابس، هقول له خلي لي فيلت كاب هنا، والناحيه التانيه برضو نفس الكلام. وممكن نزود الفيلت ده زي ما احنا عايزين، يعني نيجي عند الريديوس هنا مثلا نقول له خليك بدل 5، نجرب كده نشوف 10، وهنا 10 برضو. ونزود السيجمنتس، نخلي دي مثلا 10 وهنا 10، يعني حاجة زي كده. ممكن نزود الراوندنج شوية كمان بتاع الريكتانجل، نخليه كده، يعني ممكن نخليه 55، حاجة زي كده. طيب احنا كده معانا الايس كريم، هناخد كوبي من الكلام ده، كنترول ونسحب تحت عشان اعمل العصاية الخشب بتاعتنا. همسك كده الريكتانجل ده وهقول له خليك طبعا حاجة صغيرة كده، نقول 10 مثلا، في خليها 200، وننزل بيها تحت شوية. وهنقول له خلي الاكسترود بتاعك وليكن مثلا حاجة زي كده 2 مثلا، ونقلل الفيلت شوية 1 و1، حاجة زي كده. عايزة تعرض شوية طبعا. نيجي عند الريكتانجل ونقول له خليك 30، وزود لي الراديوس هنا بتاع الراوندنج، خليه مثلا 10، يعني حاجة شبه كده مثلا. ممكن نزود الاكسترود شوية، خليها 4، حاجة زي كده. هضغط ان سي عشان اشوف الدنيا كده من غير السيجمنتس. وممكن ابص من الفرونت زي كده، وامسك الريكتانجل ده، يعني بدل ما نخليها ستاك عدله كده ممكن نعمل فيها شويه شغل، نخليها كيرف شويه. فهمسك الريكتانجل واضغط سي عشان احولها لإيديت سبلاين. وهمسك الفيرتكس دي، خلينا نقفل الاكسترود عشان نبقى شايفين اللاين كويس. وهمسك الفيرتكس وهقول له ام اي عشان اعرف اكرييت بوينت، او ممكن رايت كليك كده هتلاقي كرييت بوينت هنا، الشورت كات بتاعها ام اي. وهضيف بوينت هنا في النص مثلا في الجزء ده، وبوينت هنا. وهمسك الكلام ده وهقول له خليهم سوفت انتربوليشن، واسحبهم لجوه شويه، يعني حاجه شبه كده. وممكن اطلع كده فوق وهقول له خلي لي الريكتانجل ده، خلي الانترميديت بوينتس مثلا بدل ادابتيف خليها، نجرب ناتشورال كده. الدنيا طبعا سموث ويونيفورم، يعني الاتنين تقريبا مدين نفس الافكت، فخلينا في ناتشورال، حاجه زي كده. وهنرجع تاني للبرسبكتيف ونشغل الاكسترود معانا، يعني حاجه شبه كده. عدل فيها بقى براحتك، ممكن نصغر بيها شويه برضو الارتفاع بتاعها زي كده، ونطلع بيها فوق. خلينا نزود الاكسترود شويه برضو، بدل 3 خليها 4، خليه 5. اوكي، يعني كده الدنيا احسن شويه. وخلي كابس برضو الفيلت بتاعها بدل ما هو 0.7
نجرب كده نخليها مثلا 1 و1. نقلل مش محتاجين كل السيجمنتس دي، خليها مثلا 5 و5 عشان تبقى برضو الدنيا خفيفة معانا، حاجة زي كده. حلو قوي كده، معانا الايس كريم ومعانا الستيك. طيب هروح كده على الريل فلو بلجن. طبعا البلجن ده سهل جدا، بتسطبه وبيظهر معاك في الجزء اللي فوق ده جنب الاوكتين او جنب البلجنز بتاعتك. فالريل فلو اول ما بتفتحه كده فيه السين دي بتحتوي كل العناصر دي. لما بتضغط عليها بينزل لك سين هنا جواها ايميتر وجواها دايمونز وديفيرمرز وفلود وميشر وكل الكلام ده. دي طبعا العناصر الداخليه اللي لو السين بتاعك انت حذفت منه حاجه او عايز تضيف عليه حاجه بتضيفها من الحاجات دي زي ما احنا هنشوف. طيب انا هضغط على سين كده، فمنزل لك السين ومنزل لك منه التشيلدرن بتوعه. طبعا اول حاجه بتظهر عندك هنا الايكونز بتاعه الريال فلو اللي بالاورنج دي، ويظهر لك تحتيه الميشز والاميترز والفلوت والديمونز. طبعا احنا مش هنشرح كل تفاصيلها، احنا بنشرح على التطبيق بتاعنا بس. بشكل عام عندك الاميترز ده هو المطلق او اللي بيطلع البارتيكل زي الحنفيه مثلا بتاعت الميه، هي اللي بتبقى معانا هي الاميتر. الميه بقى اللي بتطلع منها هي الفلوتس او البارتيكلز اللي بتطلع منها. الفلوتس دي لما تتطور بقى وانت عايزها تمسك في بعض ويبقى شكلها منطقي تبقى ميشز. تمام، يعني بيبقى السيناريو ماشي بالشكل ده. الديمونز دي بقى الحاجات الخارجيه، يعني مثلا عندك الميه نزلت فانت عايزها تتقطع عند حته معينه، او نزلت على سطح مش عايزها تخترقه فبتعمل لها حاجه اسمها كيلينج مثلا. ده دايمونز. حابب تعمل لها مثلا احتكاك، فدي اللي هي زي مؤثرات يعني. يعني حتى هنا لو رجعنا على الريل فلو، كل نوع من دول بص كده ريال فلو الاميترز هتبص تلاقي انواع اللي هي المطلقات، نوع دائري، نوع سلندر، نوع كذا كذا، نوع اوبجكت لو عايز الميه او السائل بتاعك يطلع من اوبجكت معين. الديمونز هنا هتلاقي بص الاتراكتور والجاذبيه والمش عارف، يعني كلها عناصر خاصه زي مؤثرات خارجيه او مؤثرات طبيعيه بتاثر لك، او قوى بتاثر لك على السوائل بتاعتك. وفي عندك الديفورمرز دي هنستخدمها كتاجز، يعني زي الريجيد والكولايدر والكلام ده هنستخدمها معانا دلوقتي وهنشوفها. ودي الفلود مش هتلاقي ليها تفرعات ولا الميشز لان هي فلود وميشز بس. طيب هنيجي هنا اول حاجه احنا عايزين اميتر، فهنرجع على الريال فلو ونقول له عايزين اميتر، عايزينه سيركل زي كده، فبينزل معانا هنا، بينزل معاك هنا وبينزل تحت الاميترز بتلاقيه تشايلد هنا، يعني عشان لو خرج معاك بره السين مثلا ولقيت مشاكل ولا حاجه تعرف ان دي الاماكن بتاعته. طيب انا لو سحبت الاميتر ده فوق شويه وقلت له اعمل لي بلاي، فبينزل لي البارتيكلز او الفلودز بالشكل ده. يبقى خلاص ده الاميتر ودي الفلودز اللي نازله منه. يعني لو نزلت هنا مثلا ادي الاميتر، بتلاحظ فيه الاتريبيوتس بتاعته. هنا السين بتاعك مثلا انت ممكن تسميه اي اسم، وليكن مثلا هنسميه ميلك. تمام، هنيجي هنا عند الاميتر ده هتبص تلاقي السين بتاعك بقى اسمه ميلك، والاميتر جواه الفلود يعني معمول لها لينك هنا جواه. هتيجي على الفلود نفسها هتلاقي برضو واخده السين. طبعا الميشز هنا مرتبطه بالفلوتس، يعني هنا الميشرز لسه انت ما عندكش ولا مش، ده كانه التايتل او العنوان الرئيسي بتاعك، لكن عايزين نحط مش عشان تربط لنا الكلام ده ويظهر في شكل سائل حقيقي. فهنروح هنا ونقول له اديني ميشر، فالميشر عندك بتنزل تحت الميشز كده. لو رجعنا للصفر وقلنا له بلاي تاني هتبص تلاقي الميشز بقت بتنزل معاك بالشكل ده، الفلود اتحول لمش. فلو جيت هنا على المشر وقفت هتبص تلاقي عندك ادي اسم السين بتاعك وفي اللينكس المرتبطه بيها اللي هي الفلوت دي. طبعا مهم ان انت تسمي السين بتاعك لان انت ممكن تكون مثلا عامل سيميوليشن لاكتر من حاجه في المشهد، كل حاجه بينزل لها سين لوحدها. يعني هنا الميلك ممكن تنزل واحد تاني تسميه له تشوكليت مثلا. فالحاجات عشان ما تدخلش معاك في بعض مهم ان انت تبقى مسمي السين بتاعك زي كده. طيب خلينا كده نسحب الاميتر بتاعنا ده كده شويه، ممكن نصغره شوية وهنقول له روتيت مثلا حاجة زي كده ونعمل بلاي ونشوف.
طيب هنبص نلاقي السائل طالع معاك بالشكل ده، يعني طالع خط مستقيم. طيب هضيف له حاجة تسحبه لتحت، هضيف له جرافيتي، فهروح على الريال فلو وهروح على الديمونز وهقول له اديلي جرافيتي، جاذبية. فالجرافيتي بص اهي نزلت هنا في الديمونز، وادي الفورس الطبيعية بتاعتها اللي هي 981 سنتي. ولو عملت بلاي تاني هتبص تلاقي السائل بدأ ينزل معاك، بدل ما كان ماشي كده بدأ ينزل معاك. طيب خلينا برضو نلف الكلام ده شوية كده، ونقول له بلاي. نمسك الجرافيتي دي ونقللها شوية، نخليها بدل مثلا ما هي 981 نخليها 900. هتبص تلاقي السائل يعني إلى حد ما شد حلو شوية بدل ما كان نازل تحت كده. طيب أنا عايز السائل يدخل معايا هنا في جوه الآيس كريم، فهمسك الإميتر كده أظبطه، اسحبه كده شوية، يعني ممكن أبص من التوب وهاجي هنا هاخد نسخة من الايس كريم بتاعي ده، كنترول واسحب، ويخلينا نخفي دي خالص كده. وهنمسك دي وهنقول له اختار لي دول كده مع بعض، ورايت كليك وكونكت اوبجكتس وديليت، وهضغط ان بي عشان اشوف السيجمنتس بتاعتي. وهاجي هنا هعمل فتحة للمكان اللي عايز السائل يخش منه. يعني ممكن كده اعمل سيموليشن شوية اشوف المكان، يعني حاجة زي كده مثلا. وابدأ احدد البوليجونز دي، يعني تقريبا زي كده. بلاش الحاجات دي عشان دي السائل زي ما هنشوف هيطلع براها، يعني لانها جايه على الجنب كده، فزي هيتدلدق كده ويخرج براها. فخلينا نعمل الكلام ده ونعدل بقى في اتجاه الاميتر. فهمسك الكلام ده كده وادي ان سي تاني وديليت. خلاص انا عملتها كده مجوفه. طيب وهرجع امسك الاميتر. خلينا نمسك الاميتر كده وممكن نصغره شويه، يعني نخليه بدل ما هو سيركولار كده نخليه اوفال، حاجه شبه كده، ونجرب. ان جي حلو جدا. طيب انا عايز اعمل الاوبجكت ده، طبعا الاوبجكت ده مش هيظهر معايا في الريندر. انا عايز اعمله كونتينر او حاوي، او يعني يحفظ السائل عشان يتشكل بيه، لكن هو نفسه مش هيظهر معايا في الريندر. طيب هعمل الكلام ده ازاي؟ هقول له تعالى كده هسميك مثلا ميلك كونتينر، وهقول له رايت كليك وهروح على التاكس الجديده اللي بتنزل معايا مع الريل فلو. هنا هقول له خليك كولايدر، انت كولايدر تستقبل السائل ده. وهعمل بلاي كده واشوف. بص كده تلاقي السائل جزء منه، يعني لو عملنا ان جي جزء منه بيدخل وجزء بيخرج. حلو جدا كده، الدنيا شغاله تمام، بس محتاجين نظبط الاميتر ده ندخل بيه شويه كده كمان. خلينا نسحبه كده. كمان شويه عشان نضمن ان السائل كله بيدخل معانا في الكونتينر بتاعه. وهنعمل ان جي وهنبص كده نلاقي السائل بيخبط معانا وبيظهر بالشكل ده. يعني انا لو جيت مثلا ورحت عامل اخفاء خلاص للكونتينر، الكونتينر ده لا عايزه يظهر معايا في السين ولا عايزه يظهر معايا في الريندر. وخلينا نخفي الايكون بتاعه الريال فلو دي، شكلها ضخمه كده وغريب. فخلينا كده نشوف الدنيا.
ان سي، فهتبص تلاقي المش بتظهر معاك بالشكل ده او السائل بيظهر معاك بالشكل ده. طبعا هنا احنا محتاجين نزود عدد الفريمز، فهنقول له مثلا خلي الفريمز دي وليكن 250. دبل كليك هنا، وممكن نزود البارتيكلز اللي طالعه من الاميتر. يعني نشوف هنا مثلا الاميشن السبيد بتاعته 200، فممكن نخليها 250. طبعا كل ما بتزود الكلام ده بيأثر معاك في الكميه اللي بتخرج وفي قوه اصطدامها وفي التأثير اللي بيحصل بعد كده، فلازم تكون حذر وانت بتعمل الحاجه دي. فهنا هنقول له مثلا 250 واعمل لي سيميوليشن تاني. اهو بص كده لما زودنا هو خبط في الكونتينر من بره، في جزء من الكونتينر. يعني لو اظهرناه هنا بص هتلاقيه خبط كده معاك، بس لانه زود الكميه وزادت السرعه بتاعته فالتدفق بتاعه بقى سريع. فممكن نرجع بالاميتر كده شويه لو انا محتاج نفس السرعه اللي انا زودتها دي، يا اما اتراجع بقى عن السرعه او الزياده اللي انا عملتها دي او اقللها شويه. طيب خلينا نقللها تاني شويه، يعني خليه في مكانه كده، انا شايف انه مكانه مناسب. وممكن دي نخليها 220 ونشوف. برضو مقصرة شوية، خلينا نرجع بيه شوية كده. طبعا انا ممكن ادلت بوليجون تاني واوسع المكان ده يعني عشان ما يحصلش معايا حاجة زي كده. وممكن اعمل ان جي عشان اشوف الدنيا معايا. طبعا الحاجات اللي بتقع معاك من بره ده شيء طبيعي، يعني انت بتعمل اصلا ليكويديشن او ليكويد سيميوليشن، محاكاه لسوائل، فطبيعي اللي هي الطرطشه اللي بتحصل دي. لو عايز تلغيها بتشيل بقى، هتشيل لك بوليجون تاني، فكل الجزيئات هتنزل معاك من جوه وهيظهر معاك الموضوع من غير الحاجه دي، فعلى حسب يعني اللي انت عايز تعمله. طيب خلينا برضو نلغي دي وان سي. شوف السائل معانا الدنيا بتتعمل بالشكل ده. طبعا انت بتكون مزود عدد الفريمز لحد ما يتملي معاك الشكل. وخلينا كده نبص هنشوفه هيتملي في الفريم رقم كام عشان نوقف الإيميتر في اللحظة دي عشان ما يغرقش الدنيا. يعني هنا مثلا الفريم رقم 194، نقول له اوكي كمل مثلا 97. خلاص ممكن نوقف عند الفريم رقم مثلا 195. هنيجي للإيميتر كده ونقول له تعالى هنا من البيزك، وهقول له خليك enable لحد مثلا الفريم رقم 195. هنا خليك enable لحد هنا، وبعد كده همشي فريم واحد وهقول له خلاص disable، وهلغي الكلام ده عشان ما يفضلش الاميتر ينزل معايا الى ما لا نهايه. وهعمل بلاي للكلام ده. طبعا هنا السائل انت تقدر تتحكم فيه، يعني في الميشر دي تقدر تتحكم في كل التفاصيل بتاعته في الفلوت، بس انا مش عايز ادخل بيك في تفاصيل. ان شاء الله هعمل لكم كورس متكامل باذن الله عن الريل فلو واستخداماته المتعدده، ازاي تنبي سبلاش، ازاي تنبي يعني استخداماته كتير جدا في المجال الاعلاني. فخلينا بس احنا نعمل التطبيق بتاعنا بالتفاصيل الصغيره دي عشان ما ادوخكش معايا. فهيزيد معاك كده لحد ما هيوصل ل 195 ويوقف. كده المفروض ان هو وقف اطلاق. يعني هي يمكن كميه كبيره شويه، يعني محتاجين نوقف قبل 195 عشان ما يحصلش اللي بيحصل ده. فخلينا نمسك الاميتر ونجرب تاني طول ما انت قاعد بتجرب وتشوف الدنيا معاك واصله لفين. خلينا نمسك التو كيس دول، نقول له خليك هنا عند 185 مثلا ونعمل بلاي مره تانية.
خلاص هنا بص كده هيوقف البارتيكلز وخلاص يعني ايه. طيب انا حاسس ان احنا محتاجين نقلل السرعة شوية بتاعت الإيميتر، يعني نرجعها 200 زي ما كانت، اللي هي سرعة الإيميشن دي، ونقول له اعمل لي تيست تاني كده. ماشي، اظهر لي الكونتينر وهنسحبك كده، عشان انا حاسس ان انا لما زودت السرعة عملت الطرطشة المبالغ فيها الزيادة عن اللزوم دي، فانا مش عايز كده. خلينا نخفي الكلام ده ونشوف هنا. طبعا تطبيقات الموضوع ده ما بتنتهيش، يعني انت ممكن اعلان زي كده تدخل هنا مثلا فاكهة على مسار، تدخل مثلا ما يبقاش الملك لوحده اللي نازل من هنا، ممكن تعمل نفس الكلام ده تكرره من الناحية التانية، يبقى داخل من الاتجاه ده، يبقى شوكولاتة مثلا بتنزل معاه بيتكونوا مع بعض، او ان بعد ما يخلص الملك تنزل عليه شوكولاتة، او تنزل بارتكلز تعمل اللي هي الجزيئات بقى الشوكولاتة المتكسرة. ممكن تعملها بالفروناي فراكتشر اللي احنا اتكلمنا عنه في الدرس اللي فات، او باي تكنيك تاني تبقى جزيئات الشوكولاتة كده او قطع بقى يعني كأنها ملتصقة بالشكل من بره. فتطبيقات الريال فلو الإعلانية كتيرة جدا. لينا كده ونشوف كده هيطرطش معانا ولا السرعة بتاعت الإيميشن كده ظبطت الكلام. يعني كده الحمد لله الدنيا ظبطت. يعني احنا ممكن بص كده ممكن تيجي عند مثلا 200، يعني هو بيظبط معاك لحد 200. تمام. فممكن نعمل بقى السيف اولمبيك لحد ال 200، يعني ما نخليهوش يكمل الحته اللي الليكويديشن بيتحرك فيها دي. يعني نقول له طلع لي الفريمز بتاعتي الانيميشن بتاعها لحد 200 فريم، وبقدر اخدها بعد كده على اي سين معايا اكتر من 200 فريم مفيش مشكله فيه. بص هنا هو خلاص خلص السائل بتاعه، بس عشان الطرطشه اللي بتحصل في الاخر، يعني انا هنا عند الفريم 197 هكمل. ممكن عند الفريم 200 مثلا، يعني اقول له سيف اولمبيك عند الفريم رقم 200. فممكن طيب ممكن امسك الكلام ده كده، هروح على الملك عشان يسيف لي الحركه بتاعتي دي، وهروح على الكاش عشان ما افضلش اعمل سيميوليشن كل شويه. هقول له كاش سيميوليشن، وهيظهر لي الويندو دي بيعمل لي بيلدينج للكاش، يعني بيحسب لك عشان تقدر تروح بالبلاي هيد وتروح وترجع بدل ما تعمل سيميوليشن كل شويه. بعد ما بيخلص الكاش دي نبدا نسيفه كفايل اولمبيك، ونقدر نسحبه على اي مشهد معانا واي ريندر انجن معانا، يعني نقدر حتى نوديه برامج تانية زي الماكس المايا الكلام ده كله. بيقول لك كاش فينيشد، تقول له اوكي. كده هقدر بص من البلاي هيد خلاص كده الموضوع انت مش محتاج كل شويه تعمل بلاي ولا تعمل سيميوليشن، خلاص الموضوع اتبنى معاك اهو. او ممكن تروح كده من غير ما تمسك حاجه وتقول له فايل، واعمل لي مثلا اكسبورت الكلام ده كاولمبيك فايل، وتحدد مكان السيف بتاعك، وهقول له مثلا ايس كريم 6 واوكي. بيقول لك هنا بقى الاند فريم دي التركايه، انت عايز تخلص عند الفريم رقم كام؟ يعني هنقول له مثلا الفريم رقم 200 او 202، هنقول له اوكي الفريم مثلا رقم 200، وهيقول لك اكسبورتنج اولمبيك، وهنعمل كنترول او اوبن، وهنروح على ايس كريم 6 ايس كريم 6 اللي هو ده، بيقول لك اي بي سي اللي هو اولمبيك فايل. الفريم ريت تمام والدنيا هنا تمام، هنقول له اوكي. طيب عندك هنا هتبص تلاقي 200 فريم على قد الانيميشن بتاعك،
وهتبص تلاقي الانيميشن بتاعك الدنيا فيه زي الفل. دي طبعا هي نفس الكونتينر، بس احنا هنا مش معمول لها اخفاء عشان الملف فتحناه جديد، فانت بتعمل لها اخفاء عادي جدا. تيجي تمسك ده برضو مش معمول له اخفاء، اللي هو اللي كنا عاملينه في الاول. تيجي هنا بص الدنيا معاك تشتغل حلو جدا. جت هنا عند الفريم رقم 200 وخلاص. هنا لو جيت زودت مثلا عملت 300 انت لسه هتعمل انيميشن تاني. خلاص هو واقف هنا خلاص. تيجي تعمل بلاي خلاص هو سيبت الجزء ده معاك تمام. فممكن اجي مثلا بعد ما عملت الجزء ده خلاص اجي اعمل بقى حركة كاميرا ولا حاجة، يعني اشوف ايه الشغل التاني اللي ممكن اعمله. طيب هنا نبدأ نعدل في المشهد بتاعنا. مثلا حابين نضيف اسم ولا نضيف اي حاجة، يعني ممكن هنا مثلا نقول والله اديني مو تكست، خليها كده مثلا. نقول له هنسمي دي ميجا. هنقول له مثلا غير لي الفونت يعني بحاجة مناسبة مثلا للكلام ده، وليكن مثلا الروكويل الخط ده حلو او ده. يعني مثلا حاجة كده سريعا، وهنقول له اعمل لي سكيل للكلام ده، وتعالى كده وهنقول له اعمل لي روتيشن، يعني خليها كده مثلا -90. وهنبص من الفرونت يعني حاجة زي كده. ممكن حابب تخليها من تحت يعني كده يمكن ألطف. ونيجي هنا في الليفت سايد نقول لها تعالي كده. ممكن نقلل الاكسترود بتاعها، يعني احنا الدبس بتاعها ده 0.2 مثلا حلو جدا. حاجة زي كده تقدر تاخد منها نسخة للناحية التانية. الناحية التانية طبعا هتقلبها معاك كده 180 درجة وتظبطها كده. نرجع نبص من الفرونت يعني الى حد ما نظبط الاتنين مع بعض زي كده. والاتنين دول كده التكست دول ممكن مع الستيك دي، خلينا نسميها ستيك، ونمسك معاها دي ودي ونقول لهم Alt G. خلاص دول بقوا جروب مع بعض. وخلاص الجزء اللي تحت ده ظبط معانا كده الدنيا تمام. تقدر بعد كده بقى تضيف الكاميرات بتاعتك. يعني مثلا ممكن نضيف كاميرا، يعني انا واقف هنا ممكن بقى ارجع اشوف يعني احدد كده عشان ما يظهرش معايا بداية الاميتر. حلو. ممكن كده احط كاميرا واقف فيها وابدا اعمل لها مسار. يعني انا ممكن طبعا اصور كده او اشغل الفيديو بتاعي كده والدنيا تمام ورندر على الوضع ده. لكن لو عايز اعمل بقى شويه حركات فيه ممكن انزل مثلا هيليكس زي كده، اقول له خليك في اتجاه الواي وانزله. واقول له مثلا والله خلي الكاميرا دي على مسار، يعني رايت كليك كده وهنقول له خلينا ناخد منها كوبي تانية الكاميرا برضو احتياطي عشان لما تتنقل على المسار ما نضمنش ايه الدنيا. فخلي الكاميرا دي كده رايت كليك وسينما 4 دي تاجز والاين تو سبلاين. والسبلاين هنا واحنا مختارينه هننزل في الهيليكس، يعني هتبص تلاقي الدنيا عملت معاك كده. وهنيجي برضو واحنا واقفين على الكاميرا رايت كليك من سينما 4 دي تاجز وهنقول له عايزين تارجت. والتارجت ده ممكن نحط فيه الميلك كونتينر ان هو يركز لي على الميلك كونتينر. بص كده نشوف الدنيا. طبعا مش هي دي الحركة اكيد اللي احنا عايزينها، فنيجي على الباث ده ونروح على البوزيشن نقول له اتحرك لي شوية على البوزيشن. وواضح ان الهيليكس قريب قوي على الميلك بتاعنا، فممكن نزود الريديوس ده بدل ما هو 200 مثلا ممكن نعمله 400 ونعمل الاند برضو 400.
هنبص نلاقي نفسنا بدأنا نبعد عنه شوية. ممكن كمان كده اخليه مثلا 600 وده 600، وهنبدأ نشوف الحركة بتاعتنا يعني حاجة زي كده مثلا. طيب احنا ممكن نبدأ هنا البوزيشن ده نبدأه من هنا، يعني مثلا دي تبقى بداية الحركة بتاعتنا. وممكن الكاميرا يعني نعمل فيها تظبيطات كتير، ممكن أعلى بالهيليكس شوية، أزود الهايت بتاعه زي كده، أزود الاند راديوس وأفضل أظبط فيه يعني لحد ما يظبط زاوية الكاميرا اللي أنا عايزها. المهم يعني أنت ظبط فيها بقى مع نفسك، لكن الفكرة إن أنا عايز أجي هنا مثلا على البوزيشن ده، خلاص دي المكان اللي أنا هبدأ فيه والدنيا تمام. فهاجي هنا أقول له والله البوزيشن خليك 37 مثلا، وادي لي كي فريم، وهاجي هنا مثلا عند نهاية الحركة بتاعتي اللي هي في الفريم رقم 200، وهقول له يعني لف لي حواليها كده بحيث ان الدنيا تنتهي معايا مثلا بالشكل ده، وهقول له اديني كي فريم. وهنجرب الكلام ده كده مع بعض. خلينا نقفل الكاميرات دي من المشهد، وهنقول له بلاي. طبعا الطبيعي ان انت هتخفي الكلام، يعني مش هتخلي السبلاش او الملك ظاهر معاك من بداية المشهد. يعني مثلا هتيجي كده تطلع بالهيليكس، بس هو المشكلة عندنا بقى في التارجت يعني ايه، ممكن نحط حاجة اكبر شوية عشان يبقى، يعني ممكن نعمل سفير كده ونكبرها ونخفيها من الريندر ومن المشهد، بس نستخدمها كتارجت. يعني نجيبها كده مثلا وانا مختار التارجت، هنزل بدل الميك كونتينر هقول له خلي لي السفير دي هي التارجت، واقدر من التارجت ده اقدر اتحكم، لان هنا لو حركت الميك كونتينر بلعب في الاوبجكت نفسه، لكن هنا ده السفير دي حاجه مش مهمه معايا في السين، انا بستخدمها بس كتارجت، فممكن اظبط بيها كده لحد ما تظبط معايا الدنيا. وابدا كده برضو على اساسها اصغر بقى الحاجات اللي انا كنت كبرتها دي، الاندريديوس يعني ممكن دي تبقى كده، والتارجت كده برضو، ونشوف الدنيا مع بعض. هيبقى المشهد معاك في النهاية بالشكل ده. طبعا الزوم الى حد كبير كويس، ودوران الكاميرا برضو لطيف. زي ما قلت لك ممكن تعمل انيميشن بقى، حاجة بتخرج شوكولاتة متكسرة كذا كذا، الدنيا مفتوحة معاك. طبعا حلاوة موضوع الاولمبيك ده زي ما قلنا في الدروس اللي قبل كده، ان انت بتقدر تاخده توديه لاي برنامج تاني او لاي ريندر انجن تاني. يعني ممكن تاخد على الماكسي، على المايا، على اي حاجة. كمان ممكن لو عندك ريندر انجن على فيرجن معين من السينما 4 دي ومفيش على التاني، ممكن تخلص الشغل هنا وتنقله على الريندر انجن اللي على الفيرجن التاني من غير اي مشاكل. ودي اكبر ميزه للانيميشن المحفوظ بالاولمبيك، يعني انا بشوفها من اهم المميزات. طبعا ممكن بعد كده نيجي هنا نقول له ادي لي ماتيريال من كرييت شيدر سينما 4 دي، هقول له اديني اوكتين ماتيريال، وخليها كده مثلا، خليها جلوسي، يعني لو بنعمل حاجة زي اللبن ممكن ارميها كده على المش بتاعتي، وافتح الاوكتين واقول له وريني لايف فيور ويندو، واعمل له بلاي، واديني كده من الاوبجكتس اديني اتش دي ار اي. عايز بس اشوف الدنيا تقريبيا عامله ازاي، يعني حاجه زي كده، واحط اي اتش دي ار اي. يعني هنا مثلا ممكن نحط دي، هتيجي معايا حاجه زي كده. وممكن بقى اخد منها كوبي وهقول له امسك لي الكلام ده. وممكن بقى وانا هنا عند السيتنجز اضغط عليها تفتح لي الويندو دي، اقول له انا عايز الفا تشانل، ما تظهرليش بقى الباك جراوند اللي وراها دي عشان انا هزيف اصلا بي ان جي. وممكن اخد كوبي من الماتيريال دي كنترول كده واسحب، وهقول له الماتيريال دي انا عايزها خشب. طبعا ممكن تحط تكتشر خشب براحتك، فهقول له ديفيوز، احنا بس حاجه سريعه كده يعني ايه،
يعني حاجة شبه كده مثلا، ونقول له حطها هنا. طبعا ميزة الاوكتين برضو ان انت بترمي في الريندر ويندو نفسها. وممكن تاخد بقى كوبي تانية وتعملها اغمق شوية، مثلا حاجة زي كده، وترميها بقى على التكست اللي معاك، يعني ده وده مثلا، وانت ماسك الماتيريال وتقول له فانكشن ابلاي، فبيديها لك بالشكل ده. طبعا هنا لو حسيت ان الاضاءة مش مظبوطة فبتمسك، نقفل الماتيريال دي، بمسك هنا ال HDRI واعمل لها بقى روتيشن لحد ما اوصل لدرجة من الاضاءة انا راضي عنها، الدنيا ما تكونش لاسعة معايا مثلا، يعني حاجة زي كده. الملك ده برضو ممكن اخد منه كوبي وهقول له خليك انت كده تشوكلت مثلا، دارك تشوكلت، حاجة زي كده، واسمي الكلام ده. ولو جيت رميتها برضو كده، بص تلاقي الدنيا اختلفت معاك تماما. ونيجي هنا برضو على الرفنس، نقلل اللمعة بتاعت الشوكليت شوية، خليها كده. وممكن نضيف فيها مثلا نويز من البامب هنا، نقول له تكتشر نويز، هتبص تلاقي الدنيا بقت معاك واقعية اكتر. لو ضغطت على النويز ممكن اقلل الجلوبال سكيل، خليه مثلا 10، فهتبص تلاقي الدنيا معاك الطف بكتير. خليها 20 كده مثلا، يعني حاجة شبه كده. لو جربت تعمل بلاي هيبقى معاك المشهد بالشكل ده. بس كده، ودي قفلة المشهد معاك. تضيف بقى، انت ممكن تاخد الكلام ده ترندره كبي ان جي سيكونس وتاخده تضيف على افتر افكتس، تضيف باك جراوند، تضيف تكست، تضيف مؤثرات تانية براحتك. بس كده يا شباب، ده درس النهارده، اتمنى ان هو يكون ضاف لمعلوماتك شوية في الشغل الاعلاني. لو عجبك المحتوى اللي بقدمه ما تنساش تعمل سبسكرايب في القناة وفعل زر الجرس وشير الحلقة مع اي حد مهتم، وتابعونا ان شاء الله في الحلقات اللي جاية عشان هنقدم شغل كتير من النوعية دي. شكرا لكم، كان معكم احمد حكيم من حكيم ستيشن، تحياتي، السلام عليكم ورحمة الله.